السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكو كل مشاهدين قناة اللعيب. هكون معاكم أنا أحمد كريم، ويوم جديد من أخبارنا، أخبار النادي الأهلي ونادي الزمالك، الأندية المصرية، الأندية العربية. وكمان برضه هنتطرق للحديث عن نتائج دوري أبطال أوروبا الجولة الرابعة. ويلا نبتدي. ما تنسوش معانا تضغطوا على اللايك والشير، وتعملوا اشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. نقول بسم الله. نبدأ دلوقتي. أول حاجة هنبتدي النهاردة بالنادي الأهلي، نتيجة المباراة اللي حضراتكم شفتوها النهاردة في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية مع سيراميكا كليوباترا. كانت جولة قوية جدا، ومباراة كانت قوية جدا، وكان فيها ندية قوية. النادي الأهلي عمل ماتش كويس لا بأس به. يعني نقدر نقول ان الطرد اللي كان في الشوط الثاني لنادي سيراميكا كليوباترا كان نقطة تحول كبيرة جدا. قدرنا ان احنا نسجل في اللحظات الأخيرة أهل التسعين عن طريق مجدي قفشة الهدف الثاني وهدف الفوز والثلاث نقط. 4 من 4، 4 فوز من 4 مباريات، وفي المركز الثاني مؤقتا، ولينا كمان مباراتين مؤجلتين. طبعا حضراتكم عارفين ان النادي الاهلي بيعاني مشكله كبيره في راس الحربة. عندنا للاسف الشديد راجل على المعاشات جايبته اداره النادي الاهلي. كان متالق جدا مع نادي بروسيا دورتموند، لكن للاسف فقد الذاكره معانا، وللاسف مستواه يعني لا يرقى خالص ان هو يلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي. عامه الكابتن كولر بدأ المباراه، رجع العناصر الأساسية كلها الموجودة. محمد الشناوي، أكرم توفيق، لاعب كريم الدبيس في الباك الشمال بدل علي معلول. ويعني أنا مبهور جدا من مستواه، ولازم ياخد ماتشات كمان. مستشفى شوبير الماتش اللي فات قدام المقاولين كلكم شفتوه، كان متألق. أنا أتمنى برضو إن هو ياخد ماتشات. تمام. كان في الدفاع برضو عندنا ياسر إبراهيم، والله يتألق، أحرز هدف. الميزات ياسر ان هو في ال 18 بيعرف يخلص. معاه محمد عبد المنعم، كان احمد كوكا، كان ديانج موجود، كان امام عاشور، كان موجود راس حربة بيرسيتاو، كان موجود كمان طاهر محمد طاهر، وكان موجود احمد عبد القادر. طبعا طاهر الماتش اللي فات مان اوف ذا ماتش، فابتدى بيه عشان يديله دفعه معنويه. ده كلام جميل جدا، لكن علامة استفهام على احمد عبد القادر، خاصة ان هو ما كانش موفق الماتش اللي فات، لكن بدأ بيه الماتش ده وبرضه جاب لنا شلل يعني. عامة زي ما قلت لحضراتكم، المباراة كان فيها ندية كبيرة، وقدر النادي الأهلي إن هو يسجل هدف مبكر في الشوط الأول، لكن بيراميدز عاد في الشوط الثاني وهدد مرمى الأهلي في أكتر من كورة. الحقيقة برضو طاهر راح في كورة في الشوط الثاني كانت ممكن تخلص بسهولة جدا وتريحنا. اتردت علينا بجون، والمباراة كهربت، لكن النادي الأهلي قدر إن هو يحسمها في اللحظات الأخيرة بجون مجدي قفشة بالراس على غير العادة يعني. عمرنا ما شفنا مجدي قفشة أحرز أهداف براسه. آم، الماتش التاني ماتش بيراميدز والزمالك. يعني انا مستغرب من الماتش ده بصراحه، اللي شاف الماتش هيستغرب، لان بيراميدز كان قدامه يحقق نتيجه تاريخيه في الشوط الاول، واتيحت له العديد من الفرص في الشوط الاول، يمكن 4 أو 5 كور ما سجلش منها غير واحده بس، وكان الزمالك في حاله يرثى لها. الشوط الثاني الزمالك فاق وتعادل، وبعدين بيراميدز اتقدم 2-1، والزمالك اتعادل 2-2، وبعدين تقدم بيراميدز المره الثالثه لما لعبوا اوقات اضافيه، تقدم للمره الثالثه، بقت 3-2 وبعدين 3-3. الحقيقه انا مش عارف يعني نادي بيراميدز هيكسب امتى. يعني انا بصراحه مستغرب، يعني الزمالك في اسوأ حالاته وفي لعيبه كتيره غايبه، لكن بيراميدز ما قدرش ان هو يستفاد من الفرصه دي. فانا اعتقد ان نادي بيراميدز على الوضع ده كده عمره ما هيحقق بطوله نهائي. يعني هو ما بيلعبش بقوه غير قدام النادي الاهلي. تحسه ان هو اتعمل بس كده عشان ايه؟ يضايق الاهلي. عامة النهاردة بصراحة يعني وجبة كروية دسمة. مباراتين غاية في الروعة، وغاية في القوة، خاصة مباراة الزمالك اللي هي مباراة نصف نهائي كأس مصر، اللي للأسف معرفش ليه كأس مصر السنة اللي فاتت 2022 23 بيأجلوه دايما، كل سنة ما بيكملوش في الموسم بتاعه، بيأجلوه للسنة اللي جاية. يعني تخيلوا يا جماعة، الأهلي لعب
في اول 10 الشهر اللي فات نصف النهائي، والزمالك كان فاضي وبيراميدز كان فاضي. اجلوا لهم الماتش، خلوه في شهر 11، معرفش لايه. تمام، والنهائي هيبقى في شهر 3. طب يا جماعة حد يقول لنا ليه؟ طيب، طب ليه احنا مش ليه متخلفين احنا في كل حاجة يعني؟ دول العالم كلها بتخلص موسم دوري وكاس وسوبر وبطولة قارية كله في شهر 5 6. احنا ليه بقى دايما كده متأخرين؟ يعني عموما هو ده حال بلدنا، وده حال الكورة في بلدنا، كل حاجة متأخرة. انا بقى النهارده بصراحة عجبني بعض اللاعبين من نادي الزمالك، عجبني اصرارهم. يعني الجونين اللي جابهم بيراميدز خطأين ساذجين جدا، يعني حاجتين يضحكوا للأسف يعني. نادي بيراميدز ضيع جوان كتير جدا، خاصة مصطفى فتحي مضيع لوحده جونين في الشوط الأول، وضيع بلانتي كمان في ضربات الترجيح. فأنا مش عارف ليه لعيبة الزمالك دي تيجي القدامى بيجوا قدام فريقهم القديم، وتحس فيه شوية احتواء كده، معرفش. يعني كده نادي الزمالك تأهل لنهائي كأس مصر عشان يواجه النادي الأهلي. غالبا الماتش هيبقى في شهر مارس إن شاء الله، تبقى سهرة رمضانية جميلة. آه نتمنى المواسم بتاعتنا تبقى منتظمة زي الدول المحترمة. عندكم يعني شفتوا النهاردة طبعا بالنسبة لماتش الأهلي. ماتش الأهلي يعني كان في بعض السلبيات. يعني الأهلي ترك الكورة في الشوط الثاني لنادي سيراميكا كليوباترا، وده اللي خلاه يضغط ويعرف يتعادل. عامة الأداء النهاردة يعتبر متوسط. نروح دلوقتي على الشامبيونز ليج. الجولة الرابعة، حضراتكم عارفين احنا في دور المجموعات حاليا. الجولة الرابعة حاليا طبعا بتتلعب التلات والأربع بالليل. هما ناس منظمين جدا، التلات والأربع بيبقى في عمل في أوروبا، فبيبقوا بيلعبوا بالليل. إنما بالنسبة للدوري، على الدوريات عندهم بتبقى السبت والحد اللي هو يوم الأجازة في جميع الأوقات. تمام، هقول لحضراتكم دلوقتي نتائج الجولة الرابعة. نادي دورتموند فاز على نادي نيوكاسل 2-0، قرر فوزه. نادي شختار مفاجأة فوز على نادي برشلونة وحرمه من التأهل المبكر. نادي لاتسيو فاز على أرضه على نادي فاينورد الهولندي. نادي بورتو فاز 2-0 على نادي أنتويرب. نادي مان سيتي فاز 3-0 على نادي يانج بويز. نادي اي سي ميلان فاز على بي اس جي 2-1. نادي اتلتيكو مدريد فاز 6-0 على نادي سيلتيك. نادي كريفنا زيفيتزا خسر على أرضه من نادي لايبزيج الألماني 2-1. نادي ريال سوسيداد فاز 3-1 على نادي بنفيكا البرتغالي، وحالة غريبة جدا. نادي بنفيكا نادي عريق، ولكن للأسف السنة دي حصالة. نادي نابولي تعادل مع نادي يونيون برلين 1-1. نادي كوبنهاجن حاليا بيلعب مع نادي مان يونايتد، والنتيجة في الشوط الأول خلصت 2-2، وفي حالة طرد النادي مان يونايتد. الدقيقة 57 حاليا نادي سالزبورج النمساوي متعادل حتى الآن مع نادي انتر ميلان الإيطالي. نادي بايرن ميونخ ونادي جالاتا سراي حاليا دقيقة 56 التعادل السلبي. نادي الأرسنال حتى الآن دقيقة 56 فاز على نادي أشبيليا. تمام. نادي بي اس في الهولندي حتى الآن دقيقة 53 فايز على نادي لانس الفرنسي. نادي ريال مدريد الأسباني متفوق في مجموعته، وحتى الآن متفوق على نادي براغا في الدقيقة 58 حاليا 1-0. هنشوف لحضراتكم حتى الآن ترتيب المجموعات. نادي بايرن ميونخ في المجموعة الأولى متصدر برصيد 10 نقط. تمام. نادي جالاتا سراي 5 نقط. طبعا في النتائج الحالية اللي حضراتكم دلوقتي عارفينها، المباراة لسه دلوقتي شغالة ما خلصتش. أنا بقول لحضراتكم الترتيب اللي هو الحالي. المركز الثالث مان يونايتد 4 نقاط، ومنافسة مع جالاتا سراي على المركز الثاني. نادي كوبنهاجن الدنماركي المركز الرابع تقريبا ودع برصيد نقطتين. المجموعة الثانية نادي الأرسنال متصدر المجموعة حتى الآن برصيد 9 نقط وفقا للنتائج الحالية. نادي بي اس في الهولندي 5 نقط في المركز الثاني. نادي لانس الفرنسي منافسة قوية جدا مع نادي بي اس في حاليا، تمام، خسران 1-0 5 نقط كده. دخل لو النتيجة انتهت كده هيبقى في منافسة قوية وشرسة مع نادي بي اس في على المركز الثاني.
نادي اشبيليا خسران طبعا برضو نقطتين، غالبا هيودع او ممكن يخطف المركز الثالث وينتقل لمسابقة الدوري الاوروبي زي كل سنة ويحقق اللقب. المجموعة الثالثة مجموعة ريال مدريد، الريال بالعلامة الكاملة 12 نقطة. المركز الثاني نادي نابولي 7 نقط. المركز الثالث نادي براغا التشيكي 3 نقط. المركز الرابع يونيون برلين غالبا ودعوا. المجموعة الرابعة مجموعة دي ريال سوسيداد، مفاجأة من المفاجآت الكبيرة حاليا في صدارة المجموعة ب10 نقط. المركز الثاني انتر 8 نقط. المركز الثالث سالزبورج النمساوي 4 نقط. المركز الرابع بنفيكا بدون أي رصيد. مجموعة إي أتلتيكو مدريد 8 نقط في الصدارة. نادي لاتسيو 7 نقط. نادي فاينورد 6 نقط. نادي سيلتيك نقطة واحدة. المجموعة اف دورتموند 7 نقط. نادي بي اس جي الفرنسي 6 نقط. نادي ميلان 5 نقط. المركز الثالث رجع وفاز على نادي بي اس جي وعدل من موقفه امبارح، تمام، وعنده فرصة قوية جدا يتأهل. نادي نيوكاسل 4 نقط لسه برضه في المنافسة، مجموعة حديدية جدا يا جماعة، الفرق 3 نقط بس بين المركز الأول والمركز الرابع. المجموعة جي مانشستر سيتي بالعلامة الكاملة زي ريال مدريد 12 نقطة. نادي لايبزيج الألماني 9 نقط المركز الثاني، أول وثاني. مجموعة الفريق الثالث والفريق الرابع للأسف نقطة ونقطة تعادلوا مع بعض. يعني هيتنافسوا على مين يصعد، مين ينزل للدوري الأوروبي، مين يودع. نادي برشلونة في المجموعة الأخيرة المجموعة الثامنة 9 نقط. نادي بورتو متساوي معاه 9 نقط. غالبا هم اللي صعدوا، ولسه يمكن فرصة بسيطة. نادي شختار الأوكراني 6 نقط. ونادي أنتوري بدون نقاط. استعرضنا مع بعض النهاردة دوري أبطال أوروبا، نتائج 3 ونتائج الأربع، عودة ليالي الأبطال، عودة المباريات الجميلة، وعودة الأداء الممتع للمباريات المحلية. النادي الأهلي، النادي الزمالك، الفريقين الحمد لله وصلوا. بتمنى لكم كل التوفيق وليلتكم سعيدة، وإن شاء الله نكون مع بعض. وبطلب من حضراتكم الدعم القناة دايما، دعم القناة والاشتراك في القناة ودايما ندعي لأهلنا في فلسطين بالنصر إن شاء الله وبالتوفيق، وربنا معاهم وبإذن الله يحققوا كل المراد. وإن شاء الله فلسطين تفضل عربية، وفلسطين يعني ترجع زي زمان. وإن شاء الله يعني ربنا يرحم كل الشهداء وربنا يصبرهم وينصرهم يا رب. السلام عليكم.